هل فكرتم يوما في السر العظيم الذي يحيط بالكعبة المشرفة؟ ما هو ذلك الجاذب الروحي الذي يجعل القلوب تتعلق بها قبل الأجساد؟ وهل تساءلتم عما يوجد داخل الكعبة؟ وما الذي يمنحها هذه القدسية الفريدة التي تهتز لها النفوس بمجرد الاقتراب منها؟ إحدى الروايات المعروفة تتعلق بما وجد عندما قام الصحابي عبد الله بن الزبير بإعادة بناء الكعبة في عهد الخلافة الأموية. كان هناك اهتمام بالكشف عما إذا كانت هناك أشياء مدفونة أو آثار داخل جدران الكعبة أو أسفلها، ولكن ما تم اكتشاف كان مطابقا لما كان متوقعا، وهي بقايا بناء قديم وبعض الهدايا التي كان الملوك والسلاطين يقدمونها للكعبة عبر العصور. لم تكن الكعبة تحتوي على أي نقوش أو زخارف فنية، بل كان الهدف منها واضحا كمكان للعبادة والطواف فقط، خال من أي معالم دنيوية. ما قد يكون فهم بشكل خاطئ أو مبالغ فيه هو الروايات عن بعض الاكتشافات الصغيرة، مثل بعض الوثائق أو الرموز القديمة التي لا تمثل أي نوع من الأسرار الكبيرة. في النهاية، الكعبة لطالما كانت رمزا للتوحيد والعبادة، وليست مخزنا لأسرار خفية.